الامات اللي باش ياخذ الكلمه يهز يده ونعطيو الكلمه له. نبعدوا على ولا احنا لي جوجمون تاع الخدمه بعضنا، ولا هذيش بينا فضلنا مشروع على منطقه فضلناه على منطقه اخرى. لا راهو هذا احنا مش فضلنا، مي النتائج نتاع التقييم نتاعكم شنو اللي عطات؟ داكورد ولا؟ واضح؟ باهي. اذا فما حاجه من باب التحسين نصيغوها في شكل توصي. داكوردو؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الملاحظات بصراحه مش ندخل في الملاحظات على ويلزمنا نناضلوا باش ان المكاسب هذه ما تطيحش من ايدينا. فما بعض الزملاء كيفاش وفما سويدين وتمشي فيه، قلت له انت كمواطن ولايه تطوير باش تعمل سويدي، عندك مسؤولين، عندك مجلس تاسيسي، انت باش تبلغ صوتك وتعمل السويدي، اسكو صوتك وصل ولا لا، وصوتك بعد اسكو انجز ولا لا. دونك راهي المسؤوليه متفاهمين اني مش من نعم متفاهمين يقرا الاخبار في النهار يراها احنا نشوف فما توفيق ولا غلطه صارت، اما حطوا كان الترتيب مو صحيح، راهو بالحق ما نجمش نعرفوهم اللي يكون الترتيب صحيح. حتى تتخلف في الجانب السلبي، فما ورقه رقم 2 فما اشكاليه في ولا ورقه ما جاتنيش فما الوقت نرجع برشا مساج حنا نقراو مساج نقاط سلبي وجانبي مفيد. معناها المحضر جلسه تاكدوا حاولنا باش نكونوا اوفياء الى اقصى الحدود، خاطرش مسؤوليه وطنيه في المجتمع. باش نقرا ما لم يبدو الارض وسامحوني. الجانب المؤسسات، بطء الاجراءات الاداريه، عدم محاسبه رموز الفساد، ارتباط الاداره بالسياسه، مركز القرار التنموي وعدم الاتجاه بالاولويات، عدم التفاعل مع اهداف الثوره. الجانب الاقتصادي، الفلاحه، عدم تفجير الابار المائيه والعنايه بمياه السيلان، عدم العنايه بالمراعي الشاسعه، قطاع فلاحي تقليدي، درجه الملوحه مرتفعه، غلاء عناصر الانتاج من اعلاف وماء وطاقه، الصناعه والسياحه، غلاء كلفه التنقل للمواد الاستهلاكيه، فساد المالي والاداري في توزيع المنح، عدم وجود طريق سياره وسكك حديديه، عدم وجود منطقه صناعيه ومنطقه حره للتبادل الحر، ضعف الموارد البشريه المختصه في الادارات التنمويه، تعقلات اداريه للمستثمرين، ضعف تمثيليه ومرونه مؤسسات التمويل، عدم توفر المرافق الضروريه في المناطق بالموارد الانشائيه. بالجانب الاجتماعي، تدني القدره الشرائيه للمواطن، محدوديه الاحاطه بالعائلات المعوزه التي يزداد عددها من يوم الى اخر، عزوف اطباء الاختصاص بالعمل بالجهد، غياب المستوصفات بالمناطق النائيه، نقص الادويه في المستشفيات والمراكز الصحيه، عمق الفوارق الاجتماعيه. الجانب التكنولوجي، غياب قدر تكنولوجي، غياب مؤسسات تعليم عالي في التكنولوجيا، تلوث ناتج عن تربيه المواشي في الوسط السكني وباعة البنزين ومعمل الجبس، واخيرا الانتصاب العشوائي. هذا شوي من نقاط القوه ونقاط الضعف. نقاط القوه ما كتبتهمش ما جاتنيش مش مشكله، احنا عندنا نقاط الضعف الاهم. الرؤيه المشتركه لولايه التطوير كما تعرفوا هي ان تكون قطبا رائدا على المستوى الوطني والاقليمي في الصناعات الاستخراجيه والتحويليه، بما ينهض بالتنميه البشريه والاقتصاديه والتحكم في التكنولوجيا مع المحافظه على البيئه. هذه رؤيتنا 3-5 سنوات ان شاء الله، وباش تقعد لقدام ممكن نجموا نثريوها. الافكار المشاريع حاب نقراو عليكم نعرفوهم الكل. واحد مصنع تكرير النفط، وحده جبهات تكرير الغاز، مركب رياضي للدراجه، احداث منطقه صناعيه، احداث منطقه حره للتجاره بمشهد صالح، مركز للاستشفاء الصحي، تعبيد معبر هيبه، مستشفى جامعي، ادارات محليه، تعبيد تاريخ مشهد صالح. نعم هنا نشوف في الليسته باش تعرف صح تعرف واش صح. انا ربي يسر واسع علي واسع. امين. جات الورقه بتاع نقاط القوه نجم نقراوها، انا مش مشكل نكملوا. مش مشكل خلينا نقولوا اصبر دقيقه من زمان نكمل. صحيح تعرفهم غيرك ما كانش حاضر نهار ونص يحب يشوف شنو عملنا ما يسالش نحطوه في الصوره. اما بالله كما قلت لك راهي هذه نقطه ختاميه، تم النقاش وتم كذا. احنا تو ان شاء الله باش نسوقوا لتونس لاريانا تحديدا وباش نقوموا بنفس التجربه، وبحول الله باش ينجح ان شاء الله كيما الملتقى هذا بحول الله.
ينجح بشكون موجود في الموارد البشريه الموجوده والحمد لله ونشكركم على ذلك. نرجع قلنا طريق مشهد صالح، مركز قيادي اقليمي، توسيع مناطق الصقوي بتطاوين، تهيئه وترميم القصور، صندوق التنميه جهوي ممول بالشركات النفطيه، معهد عالي لتكنولوجيا الطاقه، ديوان لتنميه المناطق الصحراويه الفلاحيه، مساحه الضمان الاجتماعي، تهيئه المسالك الفلاحيه، مراكز الصحه الاساسيه في المناطق النائيه كليه الطب، تهيئه المسالك الفلاحيه. مش كم نقرا كتحب نقرا احنا نمشي للدوله 20 باش ما ناخذش المشكل اللي يقول لك هذاك كنا عرفناه. اسبابنا زاد العناصر التي معناها تم الارتكاز عليها باش يتم التقييم. وبالنسبه لافكار المشاريع المرتبه حسب الاولويه ل 20 كما تعرفون، اولا والحمد لله صندوق تنميه جهوي ممول للشركات النفطيه، احداث منطقه صناعيه، احداث منطقه حره للتجاره المشهد صالح، خدمات بتروليه، ربط الولايه بطريق السياره، توسيع المناطق الصقوية بتطاوين، تعبيد طريق مشهد صالح، تركيز أنبوب غاز، وادي سار، معمل إسمنت، سيكار، وحدة جبرية لتركيز الغاز، شركة خدمات فلاحية، خطوط جديدة قياس تطاوين، طب تكنولوجي، مستشفى جامعي، دوائر بلدية بكامل الولاية، مكاتب تشغيل برمال وغمراس مسمار وذهيبة، شركة جهوية للنقل، ديوان للمناطق الصقوية، ومحكمة عقارية بتطاوين باش نحل مشكلة مسح الأراضي العقارية. سالي بلاي